مكملين مع حضراتكم في تغطية آخر تطورات قضية سفاح الإسماعيلية الصغير واللي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي طول الأيام اللي فاتت. ويمكن يوم الخميس اللي فات طلع قرار من عدالة النيابة الموقرة بإحالة الواقعة لمحكمة جنايات الحوادث بعد انتهاء التحقيقات. الغريب في الموضوع اللي لما بدأت أشوف أقوال القاتل ده أو الشيطان ده أمام عدالة النيابة الموقرة عقلي ما كانش مستوعب الكلام اللي هو بيقوله، لأن بكل بساطة الشيطان ده قال 3 روايات والثلاث روايات عكس بعض. مش بس كده، التحقيقات فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، وكان بيتكلم وبيقول إن هو كان بيستعين بشات جي بي تي عشان ينفذ الجريمة، وبعد ما نفذ الجريمة استخدم برضه نفس التطبيق عشان يتخلص من الجثمان. وهنا تحديدا لازم نقف مع حضراتكم ونحط مليون خط. تطبيق زي ده ايه ممكن يكون خطره على اطفال في السن ده، وازاي ممكن يساعدهم في ارتكاب جرائم؟ مش بس كده، هعرض على حضراتكم في حلقة النهارده اقوال القاتل ده واقوال اخته وايه اللي حصل داخل مسرح الجريمه. حلقه النهارده يا جماعه فيها معلومات في منتهى الخطوره بخصوص القضيه دي، فبعد اذن حضراتكم نكمل الحلقه للاخر. علشان ما اطولش على حضراتكم يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. خلينا نبدا كلام مع حضراتكم في حلقه النهارده لما القاتل ده وقف امام جهات التحقيق وتحديدا امام وكيل النائب العام، لما كان بيوجه له اكتر من سؤال وكان بيساله بيقول له انت ارتكبت الواقعة دي ازاي او ايه اللي حصل ووصلك لحاجة زي كده. يمكن القاتل ده امام جهات التحقيق كان بيتكلم وبيقول اللي هو كان سرق موبايل من محمد رحمة الله عليه، وكان اخد قرار بينه وبين نفسه ان لو محمد عمل له مشكلة هيتخلص منه وهيقتله على طريقة الافلام اللي كان بيتفرج عليها. ودي الرواية الاولى اللي قالها امام جهات التحقيق. الغريب في الموضوع اللي من واقع اوراق النيابه العامه كان بيتكلم وبيقول ان فيما معناه محمد طلع معاه البيت وكانوا مروحين مع بعض وكلام من هذا القبيل، فطلعوا على حد كلامهم وقعدوا يتفرجوا على مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اثناء لما كانوا بيتفرجوا على مقاطع الفيديو دي حصلت مشاده كلاميه بينهم وبين بعض وبداوا يشتبكوا مع بعض. فطبعا السيد وكيل النائب العام المحترم كان بيوجه له سؤال وبيقول له طب ايه سبب الخلاف اللي حصل بينك وبين محمد رحمه الله عليه؟ بدا الشيطان يتكلم وبيقول اللي هو كان بيقول محمد اللي والدتك كانت عايزه تتجوز من عمك وكلام من هذا القبيل. فعلى حد الكلام اللي قاله القاتل ده امام جهات التحقيق ان محمد بدا يتكلم ويقول له طب ما انت والدتك انت كمان سابت والدك وراحت اتجوزت واحد تاني. من هنا لهنا حصلت مشاده كلاميه بينهم وبين بعض، راح يوسف راكب فوق محمد وبداوا يضربوا في بعض. على حد برضو كلامه امام جهات التحقيق ان محمد طلع قطر وبدا يضربه في ايده اليمين. اول لما يوسف شاف الدم جن جنونه حرفيا. عمل ايه بقى؟ راح جايب الشاكوش اللي كان موجود على ترابيزه واللي المفروض والده كان بيستخدمه وبدأ يضرب محمد رحمة الله عليه في الجانب الأيسر من رقبته. وبيقول حرفيا أمام جهات التحقيق إن أول لما ضربه المنطقة دي زرقت وهرمت، وبدأ محمد رحمة الله عليه يطلع أصوات أو بمعنى أصح يشخر. يوسف في التوقيت ده ما كانش عارف يعمل إيه، لأن كان بيقول إن حركات أصابع محمد رحمة الله عليه كانت بتتحرك بالعافية. ففي التوقيت اللي محمد رحمة الله عليه كان بيشخر أو بيطلع صوت بدأ يجري ويجيب سكينة من المطبخ وراح ضربه على دماغه. وعلى حد برضه أقواله أمام عدالة النيابة الموقرة إن جزء من مخ محمد رحمة الله عليه طلع من رأسه. بعد كده محمد وقع واصبح جثه هامده. هنا الشيطان ده ما كانش عارف يعمل ايه، بدا يجري يمين وشمال وعايز يتصرف، وخصوصا اللي اخواته كانوا متواجدين معاه في البيت. وهنقول لحضراتكم قدام شويه اقوال اخواته واقوال ابوه. فبيقول لما محمد رحمه الله عليه قابل وجه كريم بدا ينزل ويجيب اكياس ويجيب مشمع عشان يحط جثمان محمد، لانه اخذ القرار ان هو يقطعه ل6 اجزاء. ويمكن قال امام جهات التحقيق اللي هو اخذ الموضوع ده من الافلام اللي كان بيتفرج عليها، وانا هتحفظ على ذكر الاسم، يمكن ذكره امام جهات التحقيق لكن انا مش هقوله عشان ما حدش من اولادنا يتفرج عليه. المهم نزل جاب الاكياس والمشمع وبدا يحط جثمان محمد على المشمع ده ويجيب المنشار الكهربائي بتاع والده ويبدا يقطعه ل6 اجزاء. على حد كلامه اللي هو قطع الرجلين والايدين وقطعه من منطقه الصدر، وحاول اللي هو يقطع رقبته لكن ما استحملش فقرر اللي هو يسيبه على الوضع ده. الغريب في الموضوع ان الشيطان او القاتل ده قال امام جهات التحقيق ان يوم الجريمه قطع جزء من جثمان محمد رحمة الله عليه وحطه في الفريزر عشان يدوقه أو ياكله. وعلى حد كلامه برضو اللي هو تاني يوم طبخ اللحمة دي وأكلها وعملها ستيك. وبعد ما الشيطان ده قطع جثمان محمد رحمة الله عليه كان عايز يتخلص منه، فبدأ ياخده في شنطة المدرسة وفي أكياس زي ما قلنا لحضراتكم ويرميه في منطقة نائية خلف منطقة كارفور، واللي كنا رحنا وصورنا مع حضراتكم داخل الموقع ده. نيجي بقى لوالده وازاي اكتشف الواقعة وايه اللي حصل والكلام ده كله. على حد الكلام اللي قاله
قاله الوالد امام النيابه العامه الموقره انه تلقى تليفون من بنته رقيه بتقول له الحق يوسف بيتخانق مع واحد صاحبه في البيت، وانا وعمر سيبنا البيت ونزلنا، فقال لها طب خليكوا بره لحد اما ارجع. ورجع بالفعل الساعه 8. دخل، بيقول لما دخل لقى حاجات غريبه، لقى سجاده مليانه دم وفي دم موجود على الثلاجه، ولقى الشيطان او القاتل ده متعور في ايده. فبدا يساله ايه اللي معورك في ايدك؟ فبدا يقول له لا اصل انا اتخانقت، لا اصل مش عارف ايه، بمعنى اصح كان عايز يتوهه بعيد عن الموضوع. فطبعا الاب في التوقيت ده شاف اثار للدماء موجوده على الثلاجه، فطلب من رقيه اللي هي الطفله الصغيره قال لها روحي امسحيها. فرفضت او كانت خايفه، وكانت بتقول اللي كان فيه ريحه وحشه داخل المنزل. فالاب مسح اثار الدماء دي وقرر اللي هو ياكل هو وعياله وبعد كده يخشوا يناموا. لما دخل اوضته وبدا ينام لقى ان رقيه بنته بتصرخ. طبعا الراجل خرج من الاوضه وطلع يجري على الاوضه اللي المفروض الشيطان يوسف ارتكب فيها الجريمه البشعه اللي حكينا لحضراتكم عليها. لما دخل البنت بدات تتكلم وتقول له اللي فيه ريحه وحشه وفي حاجه تحت السرير. فبدا الراجل ينزل تحت السرير ويبص، يوسف يقول له لا ما تبصش، ويحاول اللي هو يبعده باي شكل من الاشكال. المهم الراجل نزل بالفعل، لقى شنطه المدرسه بتاعت يوسف، بيمد ايده لقى جزء من جثمان محمد رحمه الله عليه موجود. اول لما الراجل مسكه قام اتنفض وبدا يزعق مع يوسف وقال له انت تسيب البيت فورا وتروح تعيش مع امك. قال له لا انا ملياش مكان ومش هترضى تاخدني وكلام من هذا القبيل. المهم الراجل اول لما لقى الجثمان موجود تحت السرير طلع يجري وراح داخل الاوضه وقافل على الاولاد الصغيرين الباب، وراح رجع له قال له ده ايه ده؟ هو ايه اللي حصل ده؟ او جثه مين دي؟ قال اللي كان في واحد صاحبه بيهزر مع صاحب اخوه فخبطه بالخشبه من غير ما يقصد على دماغه، فوقع على الارض مغمى عليه، وحاولوا يفوقوه ما عرفوش، فخافوا وسابه ونزل وروح على البيت. وتقريبا بعد ساعه او ساعتين نزل يجيب حاجه من الشارع، فقابل صاحبه اللي اكبر منه بسنتين، فقال له انا كنت بدور عليك عايز اشيل عنك حاجه وهاجي اخدها الساعه 6. فراح جاب له كيس اسود وقال له طلعه فوق على طول، وراح جاب له كمان كيسين تاني مره وقال له ان ده الواد اللي كان واقع من على السطح صاحبه. قال له انت عملت فيه ايه؟ قال له انا قطعته وحطيته في اكياس والصبح هاجي واخدهم. فقال له لا انا مش هاخدهم. قال له براحتك، بس بصماتك على الولد ساعه لما كنت بتحاول تفوقه معايا فسكت واخدهم، على اساس ان صاحبه هيجي ياخدهم الصبح الساعه 6 بالتروسيكل. وساعتها انا قلت له انت تضمن منين انه يجي الصبح وما يكونش بيورطك في حاجه زي كده؟ فرد عليه يوسف وقال له لا اكيد هيجي ياخدهم عشان هو عنده 3 غيرهم. فقلت له انت حر اعمل اللي انت عايزه وانا ملياش دعوه بالموضوع ده ولا من بعيد ولا من قريب، واول لما ياخد حاجته مش عايز اشوف وشك تاني في البيت. المهم الراجل كمل كلامه وقال اللي هو تاني يوم راح اخد بناته ووداهم عند عمهم، وبعد كده راح على شغله وقال لهم ما ترجعوش البيت الا لما تعرفوني. بعدها الشرطه جت للبيت واكتشفت الواقع وقبضوا على يوسف واحالوه لجهات التحقيق عشان تتخذ الاجراءات القانونيه واللي كنا غطيناها مع حضراتكم في اكتر من حلقه. نيجي بقى لاقوال رقيه اخت القاتل يوسف عن المشكله اللي حصلت بينه وبين محمد، وهل هم كانوا موجودين في البيت؟ طب شافوا الدم ولا لا؟ يمكن رقيه قالت امام عداله النيابه الموقره اللي كان في مشكله حصلت بين محمد ويوسف داخل المنزل، فهي وعمر خافوا ونزلوا قعدوا عند الجيران وما شافوش اي حاجه. واكدت كمان في اقوالها اللي هي لما رجعت بالليل ودخلت البيت كانت شامه ريحه وحشه، والريحه دي كانت جايه من الحمام ومن الاوضه اللي يوسف ارتكب فيها الواقعه. وقالت كمان اللي كان في سجاده موجوده على الثلاجه وكان فيها اثار للدماء. وقالت رقيه كمان في اقوالها امام عداله النيابه الموقره ان لما والدها جه قال لهم خشوا جوه الاوضه، وبدا يتكلم مع يوسف اكتر من مره في المنطقه اللي كان فيها التلفزيون، والمنطقه دي المفروض اللي هي بعيد عن اوضه النوم او المكان اللي هم بيناموا فيه. نيجي بقى لاهم نقطه هتكلم فيها مع حضراتكم في حلقه النهارده، وهي اعترافات القاتل يوسف امام جهات التحقيق انه كان بيستخدم تطبيق شات جي بي تي وكان في محادثات بينهم وبين بعض، وكان الشيطان ده بيساله ازاي ممكن ارتكب جريمه، ازاي اللي انا مثلا ممكن اخفي اثار الجريمه، طب لو في كذا ازاي ما حدش يكشفني، طب الشرطه ممكن تكشفني ولا لا، طب بنسبه كام ممكن لو انا قطعته واخدته في الحته الفلانيه ما حدش يكتشف الجريمه. كلام من هذا القبيل كان بيوجهه القاتل يوسف للتطبيق ده. الخطير في الموضوع ان التطبيق ده كان بيرد عليه ويقول له تعمل ايه خطوه بخطوه. الشيطان ده اللي كان داير في عقله اللي كان هو ممكن يرتكب الجريمه الكامله، وخصوصا اللي هو كان بيتكلم وبيقول اللي هو فيما معناه كان كده عايز يجرب الفيلم اللي هو بيتفرج عليه، فكان عايز يجرب او يخوض التجربه. مره يقول اللي انا قتلته عشان اتفرجت على الفيلم وكنت عايز اجرب، ومره تانية يقول اصل انا سرقت الموبايل وكنت خايف اللي هو يبلغ عني، ومره ثالثه يقول اصل هو كان بيتكلم على والدتي وانا بتكلم على والدته وكلام من هذا القبيل، ومره رابعه برضه في نفس التحقيق ونفس الاقوال يتكلم ويقول اصل يوسف كان عايز علاقه اثمه بيني وبينه وكلام لا يتخيله عقل. ويمكن يا جماعه انا بسلط الضوء على النقطه دي تحديدا لان النقطه
نقطة في منتهى الخطورة بتمس كل المجتمع المصري. بعد إذن حضراتكم خلي بالكم من عيالكم. شوفوا ماسكين موبايلات دي بيعملوا بيها ايه، بيخشوا على تطبيق شات جي بي تي بيعملوا فيه ايه. يمكن القاتل ده كان كل البحث بتاعه او سجل البحث بتاعه ازاي انا اشتري سجاير، ازاي انا اشتري خمره، ازاي انا اشتري سكاكين، فتوجهه اصلا توجه اجرامي. فبعد اذن حضراتكم تابعوا اولادكم، شوفوهم بيتابعوا مين، بيتفرجوا على ايه، بيشتروا ايه المواقع اللي هم بيخشوا عليها، اهتماماتهم ايه. الموبايل دلوقتي في ايديهم زي الشيطان حرفيا. يا اما الاطفال اللي في السن ده يستخدموه استخدام سليم او ممكن يوديهم في طريق ما يرجعوش منه مرة تانية. واظن النموذج السيء اللي حضراتكم بتشوفوه ده خير دليل على حاجة زي كده. ده ملخص للكلام اللي قاله القاتل ووالده واخته، وفي كلام كتير قوي بخصوص القضية دي لسه هنناقشه مع حضراتكم. يمكن يوم الثلاث اللي جاي اول جلسة لنظر الدعوة اللي قدام حضراتكم دي، وان شاء الله هنحاول نكون متواجدين داخل قاعة المحكمة لو سمحت عدالة المحكمة الموقرة بالتصوير من داخل القاعة. في نهاية الكلام يا جماعة انا باكد على حضراتكم اللي انا من خلال منصتي بطالب مجلس النواب وبقدم لهم مناشدة لمناقشة مشروع قانون، وتحديدا قانون الطفل. الجرائم اللي احنا بنشوفها كل يوم دي ممكن تتكرر مرة واثنين وثلاثة، كم جريمة بنفس الطريقة ونفس الآلية نلاقي نفس الموضوع بيتكرر. انا مش هتكلم مع حضراتكم واذكر لكم قضايا، انا هتكلم عن الوجع والألم اللي عايش فيه الأب والأم لحد دلوقتي اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم. انا بقول كلمة حق ابتغاء مرضات ربنا ولا اخشى في الله لومة لائم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.